ايه ده يا حبايبي؟ بعد الكنيسة ان شاء الله المائدة موجودة، فاللي ما خدوهاش دلوقتي هياخدوها بعد الكنيسة بعد الاجتماع. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصوتي إلى الرب أصرخ، بصوتي إلى الرب أتضرع، أسكب أمامه شكواي، بضيقي قدامه أخبر. عندما أعيت روحي في وأنت عرفت مسلكي، في الطريقة التي أسلك أخفو لي فخا. انظر إلى اليمين وأبصر فليس لي عارف. باد عني المناص أي الملجأ، ليس من يسأل عن نفسي. صرخت إليك يا رب، قلت أنت ملجئي، نصيبي في أرض الأحياء. اصغي إلى صراخي لأني قد تذللت جدا. نجني من مضطهدي لأنهم أشد مني. اخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك. الصديقون يكتنفونني لأنك تحسن إلي. ارفع ايدك وانت واقف قدام الرب وقول له يا رب أنا جاي النهاردة علشان أصرخ ليك واتلذذ بشخصك يا رب. من أنا لأصير من شعبك، من ضايع عليهم اسمك. هل لي غريب لضال أثيم أن ينتمي للملك؟ عرفتني كم أنك رحيم، إذ غرستني في كرمتك. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. كل ما في باطني يقول مبارك اسم الرب. أظهرت لي عظيم رحمتك بسفك دماء الحمام. حبك يفوق كل خيال، بجملتي أبارك. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. كل ما في باطني يقول مبارك اسم الرب. أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، وليس لي سواك. ارفع ايدك معايا. أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا رجوع. أسبح اسمك القدوس، وليس لي سواك. أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا رجوع. أسبح اسمك القدوس، وليس لي سواك. كل اللي أنا محتاجه هو أنت وحدك يسوع. كل شهوة قلبي هي أنت. كل اللي أنا محتاجه
بهدي لك كل قلبي، بحبك يلي حبتني، بهدي لك كل عمري، بحبك بهدي لك كل قلبي، بحبك بهدي لك كل عمري، بحبك 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 يا يسوع. قول له ساعدني. بحبك بتغير كل قلبي، بحبك بتغير من طبيعتي، بحبك انقل من صورتك، بتغير كل قلبي، بحبك بتغير من طبيعتي، بحبك 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 يا يسوع. كل اللي انا محتاجه هو انت، كل شهوة قلبي هي انت يسوع. كل اللي أنا محتاجه هو أنت، كل شهوة قلبي هي أنت، كل نبضة في قلبي بيك أنت، كل نبضة في عمري ليك انت. يستاهل الحب، يستاهل الحب. تحت ظله اشتهيت ان اجلس وثمرته حلوه لحلقي. دايب قلبي دايب في العشره معاك، جاي لك ربي جايب طيبي وبستناك، شايفك يا خلاصي بتملى بخمر كاسي الفرح. صلاتي ان الرب يملاك بالفرح النهارده. خد كده وقت صغير مع نفسك، شوف انت زعلان في ايه، حزين في ايه، متضايقه من ايه، يجي روح في قلبك وقلبك، ايه ألم، ايه حاجه عميقه زعجاك وزعجاكي. قول يا رب حط ايدك على المكان ده جوه قلبي، حط ايدك على نفسيتي. وانت بتمرى بخمر كاسي يا رب تملاني بخمر الفرح وتمنطقني بالفرح. قول معايا عندما رد الرب سبي صهيون صرنا مثل الحالمين، حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما، حينئذ قالوا بين الأمم أن الرب قد عظم العمل مع هؤلاء. عظم الرب العمل معنا. قول معايا بصوت عالي فصرنا فرحين. دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جاي لك ربي جاي طيبي وبترجاك، دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جاي لك ربي جاي طيبي وبترجاك. شايفك يا خلاصي بتملى بخمري كاسي، فكري واحساسي دايب انا فيك، سمعك بتناديني فرفعت عيني، انظرك تعطيني اسرار خائفيك. شايفك يا خلاصي تملى بخمري كاسي، فكري واحساسي دايب انا فيك، سمعك بتناديني فرفعت عيني، انظرك تعطيني اسرار خائفيك. دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جاي لك ربي جايب طيبي وبترجاك، دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جاي لك ربي جايب طيبي وبترجاك. قلبي بك مفتون، بك
ربي مفتون وبحبك مديون، نفسي ارد الدين. علمتني هواك توعد واستناك، انسى الكل معاك بس احنا الاتنين. دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جايلك ربي جايب طيب وبترجاك. دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جايلك ربي جايب طيب وبترجاك. عمري قارورة طيبي بك مقصورة، انت مكسورة عندي قدمك، انت راضي بيا روحك ساكن فيا ومالك عليا، رائحة تفرح بيك. دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جايلك ربي جايب طيب وبترجاك. دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جايلك ربي جايب طيبي وبترجاك. دلوقتي هنشوف معجزة مباركة فيديو، حد كده ناس كتير الرب بيلمسها من خلال الإذاعة. وعايز أقول لكم إن أنتوا كمان أبطال، أنت بطلة وأنت بطل. وجودك في الاجتماع بيشجع المشاهد وبتبقى سبب بركة ليه، والرب بيعمل معجزات كتير. دي عينة من مئات المعجزات اللي الرب بيعملها، واللي الرب ما زال بمد يدك للشفاء. ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس مين؟ يسوع. مساء البركة على كل شعب الرب في كل مكان. معانا معجزة جديدة من معجزات المسيح لكل المجد، وما زال الرب يصنع آيات وعجائب. عم أبو هاني الراجل البركة في حلوان، الكنيسة الرسولية في التبين. صبري شفيق. يعني صبري شفيق. امين. الرب عمل معاه معجزه، فاحنا هيحكي لنا المعجزه بسرعه. كان هو بيتفرج على اجتماع الشفاء بقياده الاسيس تلميذ، والرب صنع معاه معجزه بعد ما الدكاتره قالت انه محتاج عمليه كبيره. يعني اتفضل احكي يا عم ثاني. انا من حوالي شهرين جات لي ازمه ذبحه صدريه، وجاتني جلطه قبل كده من سنه ونص. المهم من شهرين كده الذبحه الصدريه، ورحت المستشفى الطوارئ في مستشفى حلوان. قالوا لا ده انت عندك قلب مفتوح، الشرايين مسدوده والدعامات مقفوله. جهزت كل حاجه والاشاعات والتحاليل وكل حاجه، وبعدين بسمع اجتماع الاسيس تلميذ على طول، وربنا شفاني الحمد لله. لما بيقول ارفع ايدك برضه، واشكر ربنا زي الفل دلوقتي، لا في حاجه مضايقني ولا نفس مضايقني ولا اي حاجه. مجدا للرب، كل المجد للرب، والمجد كله يعود للرب. معجزه من معجزات الله الجميله، وما زال الرب يصنع آيات وعجائب، والإلهنا المجد الدائم. آمين. وهو في الإذاعة احنا بنقول ارفع ايدك لرب، هو قدام الشاشة بيرفع ايديه. خد شفاء لقلبه من صمامات وذبحة صدرية وكذا حاجة في قلبه. هو قلب مفتوح، فعايز اقول لكم قلبه رجع سليم 100%. يستاهل الرب نعظمه. انا نفسي قوي اللي يقدر يقف معايا يقف في الترنيمه اللي جايه، واحنا بنقول يسوع الهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجه صعبه ولا عنده مستحيلات. هللويا. لما اطلب يسوع دايما مني قريب، في جراحي داوي ودواء مش ممكن يخاف. لما اطلب يسوع دايما مني قريب، في جراحي داوي ودواء مش ممكن يخيب. وعظم يسوع اللي جمعنا وحبيناه. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة ولا عنده مستحيلات. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة ولا عنده مستحيلات. لما اطلب يسوع دايما مني قريب، في
بجراح يداوي ودواء مش ممكن يخيب. لما اطلب يسوع بجراح يداوي ودواء مش هلل. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة ولا عنده مستحيلات. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة ولا عنده مستحيلات. هو وعدني وقال دعوني حتى في يوم الضيق انقذك وانت تمجدني واكل لك رفيق. هو وعده وقال دعوني حتى في يوم الدين أنقذك وأنت تمجدني اكل لك رفيق. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة ولا عنده مستحيلات. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة ولا عنده مستحيلات. إن هاجت علي الريح هو اللي هديها، يحفظني ويقود سفينتي وعلى البر يرسيها. هاجت علي الريح هو اللي هديها، يحفظني ويقود سفينتي وعلى البر يرسيها. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة ولا عنده مستحيلات. يسوع إلهي بيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة ولا عنده مستحيلات. يسوع إلهي بيقدر وبيعمل معجزات، ولا عنده حاجة صعبة ولا عنده مستحيلات. مساء الخير. انا بنت اختي دي مولوده بقالها شهر، فهي اول ما اتولدت قعدت اسبوع مع مامتها وبعد كده راحت الحضانه. كل يوم يطلع بحاجه شغل، شويه نزيف في المخ، مرحله تانية جفاف في الجفاف، وعندها ميكروب في الدم وحصوه على الكلى. جينا الحمد لله وبابا تلميذ صلالها اللي هي كانت في المستشفى، قعدت شهر. بعد كده الحمد لله ربنا اتمجد وطلع ما عندهاش اي حاجه. يا رب كل سجود وبكل خشوع بشكرك وبعظمك يا رب جدا، لأنك بتسمعنا يا رب وسماؤنا مفتوحة. وأنا بشكرك لأجل اجتماع الشفاء يا رب، اجتماع التحرير والشفاء. بعد ما كان نزيف في المخ يا رب وحصوة على الكلى ومكروب في الدم، لكن أنت بتغير الأحوال يا سيد، لأن ما عندكش حاجة صعبة ولا عندك مستحيلات. اجعل البنت دي تكون كاستير يا رب، تجد نعمة في عيني كل من رآها، وتكون كأبيجايل جيدة الفهم وجميلة الصورة، وتكون كبنات فيلبس يا رب تتنبأ باسم الرب يسوع. حطيتها يا رب على مذبحك النهاردة بالتكريس الكامل لشخصك العظيم المبارك. في اسم المسيح نمجدك وندي لك كل المجد. اللي انت عملته معايا عظيم وانا شاكر افضال. طلعتني من قلب الضيق للرحب بسلطانك. اللي انت عملته معايا عظيم وانا شاكر افضالك. طلعتني من قلب الضيق للرحب بسلطانك. انقاذك لي عظيم وانا شفت ايدك بتشيلني. صالح انت وحكيم وعملاتك بتخجلني. انقاذك عظيم ايدك بتشيلني. صالح انت وعظيم وعملاتك بتخزلني. واللي انت عملته معايا عظيم وانا شاكر افضالك. طلعتني من قلب الضيق للرحب بسلطانك. اللي انت عملته معايا عظيم وانا شاكر طلعتني من قلب الضيق للرحب بسلطانك. تخطيط العدو فشلان علشان انت اللي وعدني. في الدقيق ايماني بيبان والكلمة ترن في ودني.
تخطيط العدو فشلان، علشان انت توعدني بتدينا الإيمان والكلمة هللويا، واللي انت عملته معايا عظيم، وانا شاكر افضالك. طلعتني من قلب الضيق للرغبة بسلطانك، اللي انت عملته معايا عظيم، وانا شاكر افضالك. طلعتني من قلب الضيق للرغبة بسلطانك، وانا هحكي عن اختبار، انا شفت ايدك بتحامي وبتحمي من الاخطار، يا يسوع سترك عنوان، وانا هحكي عن اختبار. انت مشبر بتحامي وبتحمي من الأخطار، يسوع سترك عنواني اللي انت عملته معايا عظيم، وانا شاكر افكارك. طلعتني من قلب الضيق للرحب بسلطان، اللي انت عملته معايا عظيم، وانا شاكر افكارك. طلعتني من قلب الضيق للرحب بسلطان، واللي انت عملته معايا عظيم، وانا شاكر افكارك. طلعتني من قلب الضيق للرب السلطان. ده إلهي أمر بالعز، بالعز أمر، مش ممكن راح أهتز من السيف ولا من الخطر. ده إلهي أمر بالعز، بالعز أمر، مش ممكن راح أهتز من السيف ولا من الخطر. هيمشيك على المرتفعات ويسدد كل احتياجات، هيمشيك على المرتفعات ويسدد كل احتياجات، ويعوض عن اللي فات. ده إلهي هللويا، إلهي أمر بالعز، بالعز أمر، مش ممكن راح أهتز من السيف ولا من الخطر. ده إلهي أمر بالعز، بالعز أمر، مش ممكن راح أهتز من السيف ولا من الخطر. نساني كل الجراح، بدل أحزاني بأفراح، نساني كل الجراح، بدل أحزاني أفراح. ومع قلبي يا ناس ارتاح. ده إلهي هللويا، ده إلهي أمر بالعز، بالعز أمر، مش ممكن راح أهتز من السيف ولا من الخطر. ده إلهي أمر بالعز، بالعز أمر، مش ممكن راح أهتز من السيف ولا من الخطر. راح أقولها وبعلو الصوت، يسوع أنقذ. مين الرب أنقذه؟ قدم الروح يسوع أنقذني من تاني. راح أقولها وبعلو الصوت، يسوع أنقذني من الموت، حرر نفسي من القيود. ده إلهي أمر، ده إلهي أمر بالعز، بالعز أمر، مش ممكن راح أهتز من السيف ولا من الخطر. ده إلهي أمر بالعز، بالعز أمر، مش ممكن راح أهتز من السيف ولا من الخطر. لو هاجت كل الأنواع والحرب في كل الأجواء. لو هاجم كل الأجواء والحرب بكل الأجواء. مطمن ده انا ليا رجاء. ده إلهي أمر، ده إلهي أمر بالعز، بالعز أمر، مش ممكن راح أهتز من السيف ولا من الخطر. ده إلهي أمر بالعز، بالعز أمر، مش ممكن راح أهتز من السيف ولا من الخطر. دلوقتي هنسمع ترنيمة من هولي ويفن على ضرب الأوتار بالهتاف والتهليل بسرعة. تسبيح قوي جبار للمحبوب عنوانه.
مين يقول معايا هللويا؟ هللويا. رب بيقول لناس هنا ليه بتبكي وليه بتشكي؟ ضمان سلامك يا ابني عليا. عندما تبكي بكاء، عارف اكتر حد يترأف عليك مين؟ اكتر من نفسك هو. انا نفسي نطلبه بمشيئته الصالحه، عشان ساعات احنا بنتسرع، يعني بنقول له يا رب وعايزه كاني بدوس على زرار الموبايل او بفتح انترنت. رب ليه وقت مناسب، هو حكيم، هو عليم، زي ما هو محب ومعطي قدير، هو كمان عليم وحكيم، عارف الصح فين وامتى. عشان كده ضمان سلامك يا ابني عليا، القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤوليه. ليه بتشكي؟ ليه بتبكي؟ ده انت ابني وايه وغالي عليا، وعد ليك اكون وياك. القي يا ابني الهم علي وانا قد المسؤوليه. القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤوليه. ليه بتشكي؟ ليه بتبكي؟ ليه بتشكي؟ ليه ده انت ابني وغالي عليا، ده انت ابني وغالي عليا. انظر للي عملته عشانك، على الصليب اخدت مكانك. انظر للي عملته عشانك، على الصليب انا خدت مكانك. كنت بعاني وانت الجاني، كنت بعاني وانت الجاني، علشانك انا هان اشكرك، علشانك انا هان عليا. القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤوليه. القي يا ابني الهم عليا وانا قد المسؤوليه. ليه بتبكي؟ ليه بتشكي؟ ده انت ابني انت غالي، ده انت ابني وعدي ليك اكون وياك، ليل والنهار عيني بترعاك. أكون وياك ليل ونهار عينيك ترعاك. انزع همومك وازل عيون امين، انزع همومك وازل عيون تاني، انزع همومك وازل عيوبك. ضامن سلامك يا ابن عليا، ضامن سلامك يا ابن عليا. القي يا ابن ليه بتبكي؟ ليه بتشكي؟ انت ابني وغالي. يلا عزم الرب. اتأمل في حبه،
إني بعيد يهلبني الهم يزيد. بتفكر إني بعيد الهم يزيد. رضيت يا ابني أفتك بدمي، رضيت يا ابني أفتك بدمي. انظر يا ابني جروح إيديا انظر يا ابني جروح إيديا. تاني، انظر يا ابني جروح ايديا. واللي ايديك جرحت وقلبه الطعن وجنبه مش هينساك. غالي ومحبوب، غالي ومحبوب. اسم يسوع كده حتى لو جاي النهارده في حرب عليك او هم عايز يحنيك او جايه حيرانه وتعبانه والدموع حيرانه في عينيكي وعينيك، اطمنك واطمنك انه حتى لو في الهزيع الرابع الرب جاي ماشي على الميه بصوته الحلو بيناديك ويقول لك ما تخافش، انا معاك هراعيك واكفيك واعتني بيك وارجع من تاني الفرحه تملى عينيك. هللويا. شاكرين الرب إلهنا لأجل الأمسية الجميلة. عايز كل إخواتي اللي ما تقدموش على المايدة، أنا مخليلكم عارف إن في مجموعة جاية متأخرة، لكن شلنا لكم المايدة حقيقة عشان ما تتحرموش من الفريضة العظيمة اللي فيها بنفتكر أحباء الرب موت الرب له كل العظمة. كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذا الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. حقيقة أنا بشكر رب كتير لأجل الأمسية الجميلة. عايز أقول عنوان الاجتماع لأن ناس كتيرة بتتصل بيا العنوان فين، فأنا يمكن وأنا بتكلم ممكن أخويا أمير يبقى يطلعه كمان على الشاشة يعني وأنا بتكلم. العنوان 8 شارع أحمد باشا كمال، متفرع من شارع جزيرة بدران شبرا مصر، كنيسة الله الخمسينية. كنيسة الله الخمسينية. تعالوا معاكم آخرين كل يوم سبت الساعة 7 مساء. أشكر رب كتير لأجل كل معجزة سمعناها ولأجل كل أمر صالح الرب بيعمله معانا. في طلبتين صلاة في إيدي حقيقة أنا قريتهم. في واحد اسمه ناصر بيتحارب في شغله، وفي واحدة جوزها بيشرب مخدرات، الرب يتمجد ويوصل لجوزها في اسم المسيح. حد يقول أمين معايا؟ تعالوا بينا نقرأ معا بنعمة المسيح سفر أيوب أصحاح 25. سفر أيوب أصحاح 25. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فأجاب بلدد الشوحي وقال: السلطان والهيبة عنده، هو صانع السلام في أعاليه. وهل من عدد لجنوده؟ وعلى من لا يشرق نوره؟ فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ وكيف يزكو مولود المرأة؟ هوذا نفس القمر لا يضيء والكواكب غير نقية في عينيه. فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود. يلا قولها تاني معايا. فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود. رمية 3:24. رمية 3:24. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. مرة تانية، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. يبقى عندنا آيتين النهاردة. الآية الأولى في أيوب 25 آخر عدد في الأصحاح. فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود. إن كان القمر غير نقي في عيني الله والكواكب، فكم بالحري الإنسان الرمة. عشان كده يجي الإجابة الحلوة. كيف كان جاي في سؤال في أيوب 25: كيف يتبرر الإنسان عند الله وكيف يزكو مولود المرأة؟ يجينا الإجابة الحلوة: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. الله يبارك لنا هذه الكلمات المقدسة. أمين ثم أمين. أحباء الرب.
أكيد فاكرين السلسلة اللي أنا ماشي فيها، اللي هيقول عنوانها له هدية. السلسلة سلسلة أنا ماشي فيها، اللي هيقول عنوانها له جايزة. اللي هيقول عنوان السلسلة اللي أنا ماشي فيها له جايزة، ومن خلال القراءة يا دوب تفهموه. حقائق لا هروب منها. حقائق يبقى أنا هاخد الجايزة. حقائق لا هروب منها. يمكن في كل مرة أحبائي الرب راجع على المرة اللي قبليها. لو أنت مشيت معايا حقيقة وخدت بالك من السلسلة دي بكل أمانة، هتعيش ساجد ليل مع نهار لإلهك، وتقول له فعلا تستحق أن تكسو لك كل ركبة، واللي أنت عملته معايا عظيم، وأنا شاكر. مين يرفع ايده معايا زي كده ويقول كده؟ وأنا شاكر أفضالك. مرات كتيرة لما بصحى الصبح بنقف قدام الباب ونرفع وشي للسماء، وبتأمل أحباء الرب في نقاء السماء، والسماء اللي مرفوعة من غير عمدان، وخالق السماء والأرض في يوم من الأيام يتجسد وياخد مكاني أنا. يا بلاقي دموعي كده نزلت وسالت قدام الرب، وأقول له فعلا يا رب أنت عظيم. ما عنديش كلام أقوله لك غير إن أقول لك فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشاء للملك، لساني قلم كاتب ماهر. وارفع وشي لفوق له أنت أبرع جمال من كل بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. انسكبت النعمة على شفتيك. حقائق لا هروب منها يا أحباء الرب. قلنا أولا حقيقة حالة الإنسان الطبيعية. حقيقة حالة الإنسان الطبيعية. صدقوني المرة الجاية هدي جايزة برضه للي ياخد باله والهم. أكيد أبو سامح هيحفظهم النهاردة، أكيد أنا عارف، لأن هو بيركز أوي في كلمة الله. أول حاجة مولود جسدي. مولود إيه يا جماعة؟ المولود بالجسد جسد هو. وقال كده هنذا بالاسم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، لأنه مصور بالخطية. أيضا في داخله أفكار شريرة، قلبه خادع ونجيس. ده الإنسان مين ده؟ الإنسان الطبيعي. هو شرير كل يوم، يعني كل يوم شره بيعمل ايه؟ بيزداد أحباء الرب. قلنا ثانيا أحباء الرب حالة الإنسان الطبيعية في الأعمال. أعماله شكلها ايه؟ أول حاجة لا يعمل صلاحا. أولى تاني لا يعمل صلاحا. أعماله أعمال بالية ما لهاش قيمة أحباء الرب، لكن بسببه اجتاز الموت إلى جميع الناس. لا يخلو من الخطية، مش ممكن أبدا يا حبايبي. يعوزه مجد الله. ثالثا أحباء الرب من ضمن السلسلة الحلوة قلنا حقيقة الخطر المعلن على حياة الإنسان الطبيعي. إيه الخطر المعلن على حياته؟ أول حاجة إبليس أبوه. تاني حاجة الهلاك، لا يرى ملكوت الله. أيضا مضروب باللعنة نهايته الموت. دي إيه بقى؟ الخطر المعلن على حياة الإنسان الطبيعي. قلنا رابعا أحباء الرب أفكار الله من نحو الإنسان الطبيعي. إيه بقى فكر الله من ناحيته؟ أنت قدامك إنسان زي ده كل حالته ملخبطة، رم مودود. بالنسبة لك أنت كإنسان هتبص له إزاي؟ تخيل لو شفت إنسان رم مودود هتعمل إيه؟ هتسد مناخيرك وهتولي وشك بعيد، مش كده برضو؟
هتعمل بيه ايه يا حبيب قلبي؟ لكن تعالوا نشوفوا فكر ربنا من فكرنا احنا. فكرنا احنا الانسان ده المفروض ما يبقاش موجود على قيد الحياة، لكن فكر الله اول حاجة لا يصر بموته. اوعوا تفكروا ان حتى لو واحد يعني قتال قتلة ومات ربنا بيفرح، لا، تخيلوا. لان خلي بالك قال الرب كده: فقل لهم حي أنا يقول السيد الرب إني لا أصر بموت الشرير، بل أن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. دي الحاجة اللي تفرح قلبي، إن القتال القتلة ده يقدم توبة ويرجع وأقبله. ده فكر الله يا حبايب عن الإنسان الطبيعي. أحبه وبذل ابنه لأجله، قال أنا مش هسيبه، لازم أقدم له فداء. وأقدم له فداء بمين؟ بابن الحبيب له كل المجد. ارفع ايدك كده وقول معايا: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أحبه وبين محبته له. رمية 5 وعدد 8. ولكن الله، مين يرفع ايديه الاثنين صدقوني قولها بفخر كده: ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. أيضا يريده ربنا، عايز كل إنسان طبيعي على وجه الأرض، عايز القتلة وعايز الزنات وعايز الحرامية وعايز النصابين وعايز الكذابين، عايزهم ييجوا علشان يعمل ايه يا جماعه؟ عشان يديهم التحرير، لانه مكتوب: فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. تعالوا نتأمل في حياة القديس موسى الأسود اللي كان قطاع طرق، اللي بقى قديس عظيم يا أحباء الرب. فربنا النهارده يريد الكل، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ومين الحق هنا؟ اللي قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وعمل حاجة حلوة، قال الإنسان ده محتاج لمدرسة لازم يدخلها علشان يتعلمه، فجاب له مدرسة عظيمة في تيتوس 2 من عدد 11: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لكم واحد من الناس؟ ردوا عليها: لجميع الناس. خلي بالكم، لجميع الناس أحباء الرب، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين من يا رب نرفع وشنا للسماء، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم. عشان كده أخويا العزيز بيتأنى عليك، بيتأنى عليك لأبعد الحدود. يا مرات كتيرة واحد يقول لك: هو ربنا مش قادر يشيل الشخص الشرير ده؟ ما هو ربنا قادر يا حبيبي، ربنا قادر يشاور على قلبه اسكت يسكت. لكن يقول في بطرس الثانية 3 وعدد 9، يلا مين يقول معايا الآية: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. أرسل ابنه كفارة لخطايانا يا حبايب، في يوحنا الأولى 4 وعدد 10. وبصوا الآية وجمالها يا حبايب: في هذه هي المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. قلنا خامس حاجة في السلسلة، عمل المسيح لأجل الإنسان الطبيعي. عمل إيه حبايبي؟ مين يقول هللويا معايا؟ أول حاجة جرح لأجل معاصينا.
عايز أسألكوا سؤال، بعد اللي بتسمعوه ده مين ليه عذر عند ربنا؟ مين عليه عذر يا جماعة؟ عمل كل ما هو صالح وهو مجروح. يلا ارفع ايدك قول معايا عشية 53:5. وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. بذل نفسه فدية لأجلنا، مات لأجل فجورنا. يقول لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. يا أبوي على الحب، إيه ده؟ مات لأجل خطايانا. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل الخطايا حسب الكتب، فأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. أحباء الرب، لكن جعل نفسه خطية لأجلنا. اللي وقف قدام الكل قال من منكم يبكتني على خطية؟ جعل نفسه خطية لأجلنا. كورنثوس الثانية 5 وعدد 21. لأنه جعل الذي لم يعرف خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. أحباء الرب، حمل خطايانا على الخشبة، عمل كل ما هو صالح له كل المجد. الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشب، افتدانا من لعنة الناموس. يا أحباء الرب، افتدانا من لعنة الناموس. لكن النهاردة حبايبي عايز أكلمكم عن قيمة دم المسيح العظمى. قيمة دم المسيح العظمى. شايفين يا حبايبي الحاجات الجميلة اللي احنا هنسمعها النهاردة؟ أول حاجة في فداء لنا. في فداء يا جماعة، فداء لنا. بطرس الأولى 1 من عدد 18 لعدد 20. عايز كل مؤمن يرفع ايده كده معايا ويقول هللويا. صدقوني، قولوا معايا كده: عالمين أنكم افتديتم لا بفضة، لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس. دم المسيح، ما ترفع صوتك معايا، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. عشان كده مرات كتيرة يجي إبليس أقول له بص يا شيطان، أنا مفدي، أنا حر في يسوع، أنا مخلص، أنا عندي حياة جديدة، أنا ضامن الحياة الأبدية في يسوع. وعايز أقول لك يا عدو كل بر، في واحد أحبني محبة أبدية ولن يفرط فيا إلى الأبد. أحبني حبايبي. عشان كده كنا وإحنا في المائدة بنقول إيه؟ أحبني مات عني. أحباء الرب، قيمة دم المسيح أحباء الرب في فداء لنا، لكن في عبور الغضب عنا. مفيش حاجة تخلي غضب الله يعبر عنك إلا مين يا حبيبي؟ إلا دم المسيح. عشان كده ارفع ايدك كده وقول له بعظم دم المسيح النهارده. خروج 12 وعدد 13: ويكون لكم الدم علامة، خلي بالك، على البيوت التي أنتم فيها. يا رب النهارده كل واحد منكم لما يروح يرفع ايده كده، يرفع ايديه الاثنين كده، قول معايا يا رب أنا بيتي ده متغطي بدم يسوع. أنا مش بقول له عايز أتغطى بدمك، لا، لأن أنا متغطي بدم يسوع، مش لسه هتغطى. أنا اتغطيت خلاص يا حبايبي، أنا اتغطيت بدم يسوع. قول معايا كده: التي أنتم فيه، فأرى الدم وأعمل إيه؟ وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. عارفين لما اتحطت علامة الدم على القائمتين والعتبة العليا؟ خلي بالك، لما عدى المهلك يا أحباء الرب، جاية في ترجمة أخرى يلقى الرب حاضن البيت ده. وأنا عايز أطمن قلبك، طول ما أنت مغسول بدم يسوع ومتغطي بدم يسوع، المسيح حاضن بيتك وحاضن بيتك. المسيح عامل حضن كده حبايبي.
اي قوة تقدر توصل لك وانت متغطي بدم يسوع. ردوا عليا يا حبايبي. ياما مرات كتيرة الارواح الشريرة سجدت امامنا وصرخت باعلى صوتها، انا ما اقدرش اجي ناحيتك عشان انت متغطي بدم يسوع. فانا عايزك تسلم على اخوك اللي جنبك وتقول له ما تخافش، انت متغطي بدم يسوع. انت متغطيه بدم يسوع، انت متغطي بدم يسوع، صدقني حبايب الرب. عشان كده في مغفرة الخطايا، دي قيمة دم المسيح، مش بس يا جماعة في عبور غضب الله، لكن أيضا في مغفرة الخطايا. أفسس 1:7 الذي فيه لنا، قول معايا كده الآية، الذي فيه لنا. فيه لنا إيه يا جماعة؟ بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. حسب غنى نعمتي يا حبايبي. فأنا ليا في غفران الخطايا، أنا مغفور الاسم. عارفين أنتوا شعب مكتوب على قورته إيه يا جماعة النهاردة؟ شعب مغفور الاسم. مين مصدق إن خطايا اتغفرت؟ يرفع إيده كده بس عالي فوق لو سمحت. قول له أنا بعظمك لأن أنا مغفور الاسم. أنا لا دينون علي. قول معايا أنا لا دينون علي. مش لسه الشيطان جاي بعايرك ويقول لك أنت هتموت وتروح جهنم؟ مش لسه قايلها لك برضه؟ مش لسه مشككك في إيمانك؟ قول له يا كذاب، أنا متغطي بدم يسوع واتغفرت خطاياي، أنا مغفور الخطايا. ارفع ايدك كده قول معايا غفر لي كل ذنوبي. مش ذنب واحد على فكرة، لا ده كل الذنوب. غفر لي كل ذنوبي وستر العيوب وجعل اسمي في السماء في سفر الحياة مكتوب. يا أحباء الرب، عشان كده بيقول له المرنم ايه اللي شفته فيا من حسن او جمال حتى تنظر الي. ما تكمل معايا، حبك فاق الخيال. حب فاق الخيال يا حبايبي. مغفور في مغفرة الخطايا. قيمة دم المسيح عالية جدا يا أحباء الرب، قيمة غير محدودة. في شراء لنا حبايب، في شراء لنا، اشترانا. أنا ما بقيتش ملك نفسي يا جماعة، لأني ما دفعش فيا الرب شوية فضة أو ذهب زي ما قلت، لكن اشتراني بإيه يا جماعة؟ بالدم. رؤيا 5 وعدد 9 وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين. يا رب كلكم تقولوا معايا الكلمة اللي جاية، قائلين مستحق. ما ترفعوا ايديكم زي كده، زي صدقوني انا عايزكم تكلموه زي ما انا بكلمه كده. لما برفع ايدي على فكره مش عشان انتوا ترفعوا ايديكم، عشان انتوا تشاوروا عليه بالايمان وتقولوا له كده مستحق ان تاخذ السفر وتفتح ختومه لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيله ولسان وشعب وامه وجعلتنا هللويا لالهنا ملوكا وكهنه فسنملك على. مين عظم يسوع الحي؟ ده مقامك في المسيح. قيمة دم المسيح يا أحباء الرب في شراء لنا حبايب، لكن في تطهيره لنا. يوحنا الأولى 1:7، يوحنا الأولى 1:7 ولكن إن سلكنا في النور. رب ادينا نعمة نسلك في النور. من هو النور يا جماعة؟ ما هو الرب له كل المجد. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. كملوا معايا بصوت عالي بقى. ودم يسوع المسيح ابنه يعمل ايه؟ يطهرنا من كل خطية. اوعى تفكر لما تحمي نفسك بالصابون وبالشامبو تبقى اتطهرت او اتحررت، لا. ولو حتى نجعوك مش عارف بيقولوها في ايه، خطيتك ما هي خطيتك هي اللي طهرك واللي يغسلك واللي ينظفك واللي يضمن ليك الحياة الأبدية دم يسوع المسيح أخويا اللي بتشاهدني. بس غير كده لا، غير كده لا يا حبايبي. في تطهيره لنا، لكن في حبه العجيب يا أحباء الرب. قيمة دم المسيح في حبه لينا
حاجة عجيبة قوي يا حبايبي. اسمع كده في رؤيا 1 عدد 5 وعدد 6، كلنا بنفس واحد نقول هيلي هيلي. اقعدي ما تقوليش تاني هيلي. يلا ارفع ايدك قول معايا: ومن يسوع المسيح. يلا قولوا معايا: ها، الشاهد الامين، البكر من الاموات ورئيس ملوك الارض، الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي له المجد. يلا قولوا معايا: له المجد. من فضلكم ترفعوا ايديكم الاثنين تقولوا: له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. يا حبايبي يلا في تطهيره ليه يا جماعة؟ لضمائرنا. حلوة قوي قوي إن ضمائرنا يا جماعة تبقى نقية من الداخل. اسمع يقول الكتاب في عبرانيين 9 عدد 12 و13: وليس بدم تيوس وعجول. يلا قول معايا: بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس. عمل إيه بقى؟ فوجد فداء أبدي، لأنه إن كان دم سيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد. مين يرفع يده يقول معايا هللويا؟ فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب. يعمل إيه؟ يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. عشان كده كيف رأى رجال الله أنفسهم في العهد القديم؟ تعالوا نشوفوا الفرق بقى يا حبايبي. أول واحد إبراهيم قدام ربنا قال إيه؟ أنا تراب، أنا تراب ورماد. يعقوب لما حب يتكلم قال إيه؟ قال صغير أنا عن جميع ألطافك. موسى قال إيه حبايبي؟ أنا ثقيل الفم واللسان. حبايبي مش كده؟ أيوب قال أنا حقير فبماذا أجاوبك. داود قال إيه يا جماعة؟ أما أنا فدودة لا إنسان. خلي باله. لكن يجي كده مرة تانية يقول إيه؟ كلب ميت. برغوث مش كده برضه؟ سليمان يقول أنا فتى صغير. يوحنا بقى المعمدان لما امتلأ بالروح القدس في بطن أمه أحباء الرب قال عبارة بقى جميلة أوي، قال أنا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. وانت النهاردة هتقول إيه عن نفسك أخويا العزيز؟ هتقول إيه عن نفسك؟ يا رب تقول مع الرب يسوع له كل المجد: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. عشان كده في العهد الجديد اللي اتغسل وعرف قيمة دم المسيح عاش كل حياة التواضع يا جماعة. فقال إيه حبايبي؟ قال عبارة صغيرة بكل تواضع حبايبي، قال كده: أنا أصغر جميع الرسل. عشان كده بيحبكم، أو احفظوهم معايا الأخرانيين دول: بحبكم محبة أبدية. قولوا معايا: تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية قد أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. هستركم وهرفعكم. ما أنا بكلم مؤمنين العهد الجديد دلوقتي. أعمل إيه؟ هستركم وأعمل إيه؟ وارفعكم. قول معايا الكلام مزمور 27 وعدد 5. يا رب نرفع إيدينا كلنا ونقولوا الآيات الجميلة دي. مزمور 27 وعدد 5 حبايبي. قول إيه حبيبي؟ اسمعوا يا جماعة وتلذذوا يا مؤمنين العهد الجديد. لأنه يخبئني في مظلتي. في يوم الشر يعمل إيه؟ يسترني بستر خيمتي، على صخرة يرفعني. عشان كده الرب قال كده على الكنيسة يا جماعة: وعلى هذه الصخرة، صخر الدهور له كل المجد، أبني كنيسة. تقولوا معايا: وأبواب الجحيم لن تقوى علي. أنت قيمتك بقت من قيمتي، لأن قيمتك دمي أنا. فعلشان قيمتك بقت من قيمتي أنا هسد كل احتياجك بحسب غناية في المجد. يلا قولوا معايا فيليبي 4:19: فيملأ إلهي. دي محفوظة، جهز لنا 54:10 لو سمحت. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. في مين حبايبي؟ في المسيح يسوع. إحساني لا يزول عنكم.
اوعى تفكر ان احسان ربنا هيزول عنك، لا، في كل يوم لك احسان جديد، في كل يوم لك احسان جديد. صدقيني حبايبي، اسمعوا الايه بتقول في اشعياء 54 وعدد 10، بتقول ايه الايه يا حبايبي؟ هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه، يلا مع بعض قولوا معايا. انت بتحفظها لما بقولها ولا بتنسى؟ يلا قولوا معايا. اما الرب، اشعياء 54 وعدد 10 يا ولدي، عدد 10، 54 وعدد 10. يلا يقولوا معايا. فأن الجبال تزول. ايه رأيكم؟ ايه رأيك في الجبال؟ ممكن تزول؟ تزول بكلمته، لكن ده هو عايز يقول لك الكلام ده. لو الجبال دي زالت والأكام تتزعزع، لأما إحساني فلا يزول عنك. بص اللي جاية: وعهد سلامي لا يتزعزع، قال راحمك. قال راحمك الرب. الجبال ممكن تزول، لكن إحسان ربنا عليك وعليك لا يزول. هو ده يا جماعة اللي أنا بقوله لكم. عشان كده أنا هخرج أرجلكم من الشبكة. يا مؤمنين، يا شباك اتفردت ليكم صدقوني، والشبكة اصطادتك على فكرة، والشبكة اصطادتك. لكن بيعمل ايه حبايبي؟ مزمور 25 وعدد 15، آية جميلة أوي يا جماعة. يلا ارفع ايدك قول معايا: ارفعوا ايديكم وتلذذوا بالرب. مين يقول له أنا بتشكر منك يا رب؟ عيناي دائما إلى الرب. ليه؟ قولوا معايا: لأنه يخرج رجلي من الشبكة. مش بس الشبكة، كم مرة وقعت والفخ اصطادك؟ كم مرات مش كده برضو؟ لكن ما ترفع ايدك بتحدي كده وتقول معايا: الفخ انكسر ونحن انفلتنا يا أحباء الرب. هو يكون معكم حيثما تذهبوا. في أي مكان هتروحوا ربنا معاك. طب ما تقولي اللي جنبك ربنا معاك، خايفة ليه؟ في أي مكان هتروحوا، أيوة ربنا معاك، ربنا معاكي حبايب الرب. اسمع، يقول الكتاب الكلمات الحلوة دي في يشوع 1:9، يقول له كده: ما تخافش، عايزك تتشدد وعايزك تتشجع، ده أنا معاك حيثما تذهب. وده اللي قاله لنا الرب. مين يرفع يدول معايا؟ ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. أنا مش هسيبك. عشان كده ارفع ايدك يا أخي وقول معايا: أنا ليا يد قوية والعين سهران عليها، شماله تحت راسي يمينه تعانقني. أحباء الرب، هنقذكم وافديكم، هعمل لكم إنقاذ وفداء أجسادنا جاي على فكرة. وفي أرميا 15:21 ناخدوا الآية دي بتقول إيه يا جماعة؟ من الكلمات الحلوة اللي قالها الرب الأرميا النبي، وبيقولها لك أنت النهاردة. أرميا 15:21: فأنقذك من يد الأشرار وأعمل إيه بقى؟ وأفديك من كف العتاه. عايز أسألكوا سؤال: إحنا اتفدينا من كف العتاه ولا ما اتفديناش يا حبايبي؟ طب ما ترفعوا ايديكم وتقول لهم متشكرين منك يا سيد الرب. وعايز أقول إعلان أخير لكل أولاد وبنات الرب. حاتم يجي جنبي. إعلان أخير. أنا جاي، الرب يقول لكل واحد مؤمن اتغسل بدم المسيح وثمنه دم المسيح: أنا جاي بحل سماوي. ما ترفع إيدك وتقول معايا: أنا جاي بحل سماوي غير متوقع ولا في حسابك. خلي بالك، وهاخد سنين الرماد وحولها لفرح وجمال رهيب في حياتكم يا حبايب. مين يقف معايا يقول له أنا مستقبل منك يا رب؟ يلا من فضلك قول له أنا مستقبل منك الإعلان ده. في حل سماوي، في حل سماوي لكل رحم مغلق، في حل سماوي لكل حد محتاج لنسل، في حل سماوي لكل حد مفتاح لأبواب تتفتح قدامه، في حل سماوي، في حل سماوي للمرض اللي مش عارف له دواء، في حل سماوي. أيوة في حل سماوي. أخويا يلي بتشاهدني، يلي فشلان من نفسك وصلت لحالة اليأس،
عايز اقول لك قوم النهارده، في حل سماوي ليك، في حل سماوي ليك. مين يرفع ايديه الاتنين ويقول له بشكرك لاجل الحل السماوي اللي جاي؟ صدقوني في حل سماوي، في حل سماوي. خايف وقلقان، انا اهو في اعلانات جايه من الرب مباشره. خايف وقلقان ليه؟ لما بدأت من الصفر وكنت معاك لغايه ما خليتك في الاعالي، وهخليك في الأعالي، وهرفع راسك وهرد اعتبارك وهعوض لك، وهتشوف بعينك الأشرار اللي قوموك في يوم من الأيام. ارفع ايديك الاتنين، لأن شايف في سلة جاية من السماء لسد احتياج حد محتاج أو في الاجتماع. هترفع ايدك يا بنت وهتقول له إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. هللويا هللويا هللويا. جاي منحني ومحدش حاسس بيك، وحاسس ان الجرح جواك عميق، لكن الرب يقول لك انا مجروح من اجل جراحك، وجاي احط بلسان على كل جرح جواك، وجاي اقول لك النهارده يا ابني انت مش هتنكس راسك، انت هتعيش راسك مرفوعه وهتقول دوسي يا نفسي بعز. هللويا هللويا. شايف سيدي بيتمشى في الوسط بطريقة معجزية اهو، جاي قرب منك، يلي جاي ظهرك وجعك، وجاي رجليك وجعاك، وجاي تعبان، وجاي متألم، يلي عندك صداع مش عايز يخف، يلي عندك اضطراب نفسي، الرب جاي يملاك بالسلام وتمم شفائه في شعبه كله. هللويا 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 هللويا. عايز الرب يقول لي كده، خلي أولادي يرفعوا ايديهم قدامي، هيحسوا بلمساتي الحلوة على حياتهم. ارفع ايديك، ارفع ايديك وحطها، حط ايدك، حط ايد من المرفوعين على نفسك كده. الرب يقول لك أنا الرب شفيك، أنا اللي هسد احتياجك، أنا اللي هقودك، أنا اللي هحافظ عليك. أنت مفدي، أنت محمي، أنت مرفوع الراس. قول كده أنا ابن، ارفع ايدك قول معايا أنا ابن مفدي مخلص محبوب. هللويا. لي حياة أبدية في المسيح، أنا خليقة جديدة لا دينون علي. هللويا 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 هللويا. نفسي شعب الرب كل واحد يحط ايده على كتف اللي جنبه. ارجوك حط ايدك على كتف اللي جنبك، ما تمسكش ايده لكن حط ايدك على كتفه وصلي معاه. صلوا يا جماعه، ده وضع الايدي ده خطير قوي يا حبايبي. انت لما هتحط ايدك على اخوك اللي جنبك انت هتديله بركه، انت هتديله مسحه. كل مؤمن من فضلكم، كل مؤمن يحط ايده على اخوه. هللويا. ارفع ايدك، اوعى النهارده تحتار وتفكر. تعالى للمسيح، تعالى للمسيح، صدقني تعالى. تحتار وتفكر، تعالى لي، انا عندي حلول. الرب يقول لك انا عندي حلول ليك النهارده. مين يرفع ايده يقول له هللويا؟ مين يقول هللويا معايا؟ مين يقول هللويا معايا يا حبايبي؟ ايه لك اقدر على البحر في هيجان، والعدو يسكت جوه لسان، تخطيطي هيظهر في اوانه، وانا المسؤول. تحتر عظم يسوعك الحي. تعالى هللويا. انا عندي حلول، اترك مشكلتك قولها لي، انا بيك مشغول. ايوه عنده حلول. اقدر على البحر في هيجانه، والعدو يسكت جوه لسانه، تخطيطي هيظهر
بابا انا برضو ابوك. او حتى اخواتك واصحابك الشدة محدش خطف على بابك انا برضو ابوك. اعرفك افيك وارتبها تتفاجئ قوي من ترتيبها. اصل انا بالتوقيت بحسبها ما انتاش متروك. اشاور لك على سكه امشيها واهديك للنور تتلذذ بيها تعديها وتعيش مسرور. اشاور لك على سكه امشيها واهديك للنور. ايوه أحلامك بتطلع من عندي اطمن وافرح وخدمني. أنا عايزك كده تسلم لي تتملي بالنور. أحلامك بتطلع من عندي لك المجد. تتملي بالنور. مسيحي كلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا تملي. مسيحي كلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا تملي. شايل وشايل شلتي كمان ومدبر امري كل زمان. شايل وشايل لك المجد. شكرا. مسيحي في قلبي أيوة. كل حبي شكرا. هو إلهي لك المجد. وهو ربي. لك العظمة. مسيحي في قلبي إيده كل تجرى. حبي هللويا. هو إلهي وهو ربي. أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي ملك ياني. أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي ملك الليل. مسيحي كده هللويا. وزي ظلي مش بيفارقني معايا تملي. مسيحي كلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا تملي. شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري طول الزمان. شايلني وشايل شلتي كمان ومدبر امري. هلل 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 مسيحي معايا وكمان جوايا ايوه سيدي. مصدر عزايا. مسيحي معايا وكمان جوايا ده محوط ليا. مصدر عزايا واعظم عطيه. أيوة. انزل عطايا يا فرح قلبي الله جوايا. شكرا. يسوع جوايا مسيحي كلي
وسطنا المرنم الجميل اخويا ريمون هيجي يشاركني الترنيمه اللي جايه. تعالى حبيبي، ربي يباركك. ايوه شفتك في التجارب وانت بتدربني حارب، كنت فاكرك مش معايا لكن انت الاسد اللي غالب. مين يقول معايا هللويا 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 هللويا؟ وفي نهاية سنين عدت بقول شكرا لإحسانك. مين يقول شكرا للرب معايا؟ حقيقي يا رب شك قلبي أعيش العمر خدامك. حياتي هتبقى أغنية تشهد عن غناك ليا، وطول عمري ولياليا تغنيني القعدة قدامك وعظم يسوع اللي جمعنا وحبيناه. أيوة شفتك في التجارب وانت بتدرب نحارب. أيوة شفتك في التجارب، أيوة وانت بتدرب نحارب. كنت خايف من نهاية، كنت خايف من نهاية. شفتك عزم العود. أيوة أيوة شفتك في الحمائي وانت بتشكل إناي. أيوة شفتك في الحمائي وانت بتشكل إناي. كنت فاكرك مش دوايا، كنت فاكرك مش دوايا. شفتك العود عزم العود اللي بقى. أيوة شفتك في الأمام وقت لما عدوي قام. أيوة شفتك في الأمام وقت لما عدوي قام. كنت فاكرك مش معاي، كنت فاكرك مش معاي وانت ماسك الزمام. أيوة شفتك في انكساري وانت بتغير مساري. أيوة شفتك في انتصاري وانت بتغير مساري. كنت شاكي في العناية، كنت شاكي في العناية. وانت بترد اعتباري. ايوه شفتك وسط ضعفي وانت بتداوي وتشفي. ده انا شفتك وسط ضعفي وانت بتداوي وتشفي. كنت بسأل عالحماية، كنت بسأل عالحماية وانت بتحارب في صفي. يا هنايا بإلهي وعزي ده أبويا بقى سيدي وسيدي. يا هنايا بإلهي وعزي ده ابويا بقى سيدي وكان سيدي. بنشد وهتف متعزي ده أقمني معاك من أيوة كل الأمجاد أعطاني، مات عنا حبيبي وفداني. كل أمجاد أعطاني مات عنا حبيبي وفداني. تاني كل الأمجاد أعطاني مات عني. اسمه القدوس عنواني راح أغني وأعلي. عزم رب عزموه. يا هنايا بإلهي وعز
ابويا بقى سيدي وكنزي، يا هنايا بإلهي وعزي، ده أبويا بقى سيدي وكنزي، بنشد من عزي، ده أقمني مع من الموت، بركات بركات على راسي، حط الأكل كل كيسة تعزموا، بركات بركات على راسي، حط الأكاليل على راسي، وصليب وعرجل لميراثي، راح اغني غني وافرح لله. يا هنايا بإلهي وعزي، ده أبويا بقى سيدي وكنزي، يا هنايا بإلهي وعزي، ده أبويا بقى سيدي وكنزي، بنشد وهتف متعزي، ده أقمني معاه من الموت، حطت إبليس تحتيا بقيامتك قلبة قوية، حطيت ابليس تحتيا بقيامتك قلبة قوية، أعطيت سلطانك ليا، راح أغني وأعلي غني يا شعب الله. يا هنايا بإلهي وعزي، ده أبويا بقى سيدي، عزموه، يا هنايا بإلهي وعزي، ده أبويا بقى سيدي وكنزي، بنشد وهتف متعزي، ده أقمني معاه هللويا، يا كنيسة صغيرتي لفدية، يا عروسة في زينة بهية، يا كنيسة صغيرتي لفدية، يا عروسة في زينة بهية، مسنود عليه وقوية، غني له بعين هللويا، يا هنايا بإلهي وعزي، ده أبويا بقى سيدي وكنزي، عزموه، يا هنايا بإلهي وعزي، ده أبويا بقى سيدي وكنزي، بنشد وهتف